السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلم إعطاء المال في المنام. قد تدل هذه الرؤية على أن الرائي تعرض لسوء المعاملة من شخص الذي أعطاه المال، وأن ذلك الشخص يجب أن يحسن معاملته. في حال وجود عداء بين الرائي ومن يعطيه المال في الواقع، قد تعتبر هذه الرؤية بشرى لزوال هذا العداء بينهما. أما إذا رأى الشخص أن هناك شخصا ما يعطي له نقودا، فقد يدل ذلك على أن من يعطيه المال لديه مشاعر دفينة تجاه الرائي، لكنه لا يستطيع إخباره بها. في حال رأى الشخص أن هناك شخصا ما يعطيه نقودا ورقية قديمة، قد يدل ذلك على كثرة كسب ذلك الشخص على الرائي. تشير رؤية إعطاء النقود المعدنية لشخص في المنام إلى أن الرائي سيتسع رزقه قريبا. بتدل رؤية إعطاء النقود من شخص لآخر على أن الرائي سيسمع أخبار سعيدة عن الذي أعطاه له النقود. في حال رأى الشخص أنه قد تم إعطاؤه نقود ورقية ملفوفة، فإن ذلك دليل على أن الرائي سيحقق أهداف كان يحلم بها أو إنجاز مهم في حياته، أو أنه سيصبح غنيا. في حال رأى شخص أنه عثر على نقود، فهذا يدل على حصول الرائي على ربح مالي كبير. وقد تشير رؤية إعطاء المال في المنام للرجل الأعزب إلى قدوم الكثير من الخير لهذا الشاب واقترابه من الزواج. يمكن أن يدل رؤية إعطاء المال في المنام للرجل الأعزب على حصول هذا الشاب على ترقية في عمله، أو أنه سينال منصب رفيع. أما إذا رأى الرجل الأعزب أن هناك شخصا يعطيه مالا، وكان الرائي يعرف ذلك الشخص حق المعرفة، كان ذلك دلالة على حصول الرائي على منفعة من ذلك الشخص. بتدل رؤية الرجل الأعزب أنه يأخذ المال من حاكم أو رئيس البلاد على أن ذلك الرجل سيكون له شأن كبير بين الناس، أو أنه سيتقلد منصب مهما في البلد. أما إذا رأى الرجل الأعزب أن شخص ما أعطاه نقودا ورقية كثيرة وقد أخذ منها الكثير، كان ذلك دلالة على أن الرائي سيقع في بعض المشاكل النفسية أو الجسدية، والله تعالى أعلى وأعلم. رؤية إعطاء المال في منام المرأة المتزوجة. بتدل رؤية المتزوجة أنها تأخذ نقود ورقية من شخص ما في المنام على أنها بتحب زوجها كثيرا وبتشعر بالرضا عنه وعن حياتها معه. رؤية إعطاء النقود للمرأة المتزوجة على أن الله سيرزقها الرائية الخير الكثير وسيبارك لها في أولادها. بتشير رؤية المتزوجة أنها تأخذ نقود ورقية من زوجها وكانت في انتظار الحمل، إلا أن الله سيرزقها به في وقت قريب. في حال رأت المتزوجة أنها تأخذ نقودا ورقية من زوجها وكانت تعاني من مشاكل مالية، فهذا دليل على أن هناك فرق قريب. قد تشير رؤية المتزوجة التي تأخذ نقودا من زوجها إلى أن زوجها سيحصل على ترقية في عمله، وأنها ستعيش معه حياة مرفهة وكريمة. وتدل رؤية أخذ المرأة المتزوجة نقودا من صديقتها على أنها ستقع في مشاكل مع الصديقة التي أخذت منها النقود، والله تعالى أعلى وأعلم. ورؤية إعطاء العزباء إنها تعطي حبيبها نقودا إلى اقتراب إعلان علاقتهما بهذا الحبيب بشكل رسمي. بتدل رؤية الفتاة العزباء إنها تأخذ نقودا من حبيبها في المنام وكان بينهما بعض القلق أو التوتر، على أن الفترة المقبلة سيسودها الهدوء والراحة. تشير رؤية الفتاة العزباء التي تدرس إن معلمها يعطيها المال في المنام إلى أن الفتاة ستحقق درجات عالية في دراستها. بترمز رؤية الفتاة العزباء إنها تأخذ مالا من شخص ذو جاه أو سلطان إلى اقتراب زواجها أو خطبتها في وقت قريب. في حال رؤية المطلقة لشخص ما يعطيها نقودا ورقية وكان هناك مشاكل بينها وبين طليقها، على أنها ستحصل على جميع مستحقاتها منه، وإن جميع مشاكلها المتعلقة بالطلاق ستحل قريبا. وقد تدل رؤية المرأة المطلقة أنها تأخذ نقودا ورقيا من شخص ما في منامها على أنها ستتزوج في وقت قريب. تشير رؤية المرأة الحامل لشخص ما يعطيها نقودا ورقية في المنام إلى أنها ستلد ولد، أما إذا كانت النقود معدنية فإنها ستلد بنت، والله أعلم. بتدل رؤية أخذ المرأة الحامل الكثير من النقود الورقية في منامها على أن عملية الولادة ستكون سهلة، وإنها ستخرج هي ومولودها سليمة ومعافاة، كما أنها تدل أيضا على وفرة الخير وسعة الرزق لها. تفسير رؤية إعطاء المال في المنام من الميت للحي. بتشير رؤية إعطاء شخص ميت مجهول الهوية نقودا لشخص حي إلى أن الرائي سيتعرض لبعض المشاكل والهموم. بتدل رؤية إعطاء الميت نقودا لشخص حي على أن الرائي سيحصل على وظيفة جديدة أو ترقية في عمله.
بتدل رؤية العزباء إنها تعطي نقودا من شخص ميت على وجود أشخاص حاقدين عليها. أما إذا كانت هي التي تأخذ منه النقود فهذا يدل على تحقيق أمنية تتمناها. بتدل رؤية المرأة الحامل لشخص ميت يعطيها نقودا على إنها ومولودها سيكونان في أمان، وإن حملها سيمر بسهولة ويسر. طيب، تشير رؤية أخذ النقود الورقية للمطلقة من شخص ميت إلى أنها ستسمع أخبار جيدة، كما تشير إلى الخير الكثير القادم إليها. وفي حال رأى شخص مريض أن شخص ميت يعطيه نقودا فإن ذلك بيدل على شفاء هذا المريض. دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.